السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. موضوع جديد جه في بالي عن حسن الظن في الله. قلنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن حسن الظن في الناس، وقلنا ان احنا الفيديو ده هنتكلم عن حسن الظن في الله. رب العالمين يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بيقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال برضو ايه؟ يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. وكيف يستعجل يا رسول الله؟ يقول: دعوت ودعوت ولم يستجب لي. يعني انت اللي هتفكره في رب العالمين هيعمله لك. يعني انت هتدعي وانت عارف ان ربنا هيستجيب ليك، ربنا هيستجيب ليك. هتدعي يعني لدرجة ان العلماء قالوا لما تيجي تدعي بحاجة انت عايزها، طالما ما هياش حرام وما هياش ممنوعة، فلما تيجي تدعي ما تقولش يا رب لو انت عايز تستجيب استجيب، بل لما تيجي تدعي قول يا رب انا عايز. مقال كنت شفته قبل كده عنوانه: اطلبوا المستحيل من الله. ايه هو المستحيل؟ المستحيل على عقل البشر. سيدنا زكريا لما اشتاق للولد طلب من رب العالمين، قال له: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، رغم ان امرأته عاقر، ورغم ان لما ربنا استجاب له سيدنا زكريا استغرب: أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرة، ما بتخلفش ازاي؟ ليه؟ لأنه لما دعا رب العالمين كان عنده حسن ظن في الله إن ربنا هيستجيب ليه. فاطلبوا المستحيل من الله. يعني مثلا كان في فيديو لواحد أفريقي واقف عند الكعبة وعمال بيدعي ويقول يا رب فلوس فلوس فلوس، لدرجة إن الشيخ اللي واقف جنبه قال له إيه؟ قال له يعني اسأل الله الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والكلام ده. فالراجل أصر يا رب فلوس فلوس فلوس. واللي عرفته إن الراجل فعلا بقى غني. ليه؟ لأن هو الراجل ده اكيد وهو واقف يدعي هو جاي عند رب العالمين عشان عارف ان هو اللي هيقدر يحقق له اللي هو عايزه، وكان عنده يقين ان ربنا هيستجيب. فلما قال يا رب اديني فلوس، ربنا استجاب له واداله الفلوس، لان هو كان عنده يقين ان ربنا هيستجيب. لذلك انا بقول: اطلبوا المستحيل من الله. يعني ما تقولش طب انا هطلب فلوس من ربنا، هو انا يعني انا هتجيني ازاي الفلوس دي؟ انما عليك الدعاء وعليه الإجابة. زي ما جه سيدنا إبراهيم لما بنى البيت وربنا أمره أذن في الناس في الحج، قال له: يا رب وما يبلغ صوتي؟ يعني أنا واقف هنا في حتة مقطوعة، مين اللي هيسمعني؟ قال له: يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأنت عليك الدعاء وعليه الإجابة. إزاي؟ دي عند ربنا. بس أهم حاجة ما ندعيش بحاجة حرام، ما ندعيش بحاجة ممنوعة. يعني مثلا ما أقولش يا رب اديني ملك سيدنا سليمان، لأن سيدنا سليمان قال إيه؟ لا ينبغي لأحد من بعدي. فأنت ما ينفعش تيجي تطلبه، ربنا مش هيستجيب، لأن هو استجابها لسيدنا سليمان قبليك. فاستجابها لسيدنا سليمان إنه لا ينبغي لأحد من بعدي. فأنت ما ينفعش تطلب حاجة ممنوع إنك تطلبها، وإنما اطلب المستحيل من الله. اقدر الله حق قدره. انت لما تطلب المستحيل وانت متأكد ان ربنا هيستجيب، انت بتعظم قدر الله عز وجل ان هو يقدر على كل ده. انما انت لما تيجي تقول لما اطلب الكلام دوت هو هيحصل ازاي؟ وما قدر الله حق قدره. اقدر الله حق قدره واطلبوا المستحيل من الله واحسنوا الظن بالله. وارجو ان الفيديو يكون عجبكم، ولو فيديو عجبكم اعملوا له لايك، ولو حد عنده اي تعليق اكتبه تحت في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. والسلام عليكم.